لكن الأداء إيه؟ تحدث كثير عروسة مشكلة. شبكة احتفاظ وهذا العمليات تعمل شيء تدريب حركات وعدم ايوه كده تمام قوي. 5 ايام يا شيخه وانا بظبط فيكي كده. اوكي نعمل برنت. ايوه اتصلت في وقتك. الو تمام. دي طلعت هايله كانها عروسه حقيقيه. تمام تمام يلا سلام. ايه ده؟ هي راحت فين؟ هو انا بدل ما اسيبها دلتها ولا ايه؟ يا خبر بعد كل التعب ده. ما هو انت الغلطان، مش كان لازم تسيبها قبل ما تذبحها؟ ايوه ما انا كنت مسيبها هنا بس ايه ده؟ انتي ايوه انا ايه انتي. ما كنتش عايز تشوفني؟ انتي ازاي هنا ومش هنا؟ ابدا، اصلي كان نفسي اطلع بره الجهاز ده فطلعت ببساطة كده. لا مش ببساطة قوي. انت كل يوم كنت بتقفل الكمبيوتر وتمشي، بس النهارده كان مفتوح. وانت اللي اديت اوردر الطباعة يا بطل. انا كنت فاكراك عملت كده عشان تخرجني، اصل الدنيا جوه حر موت. انت عايزة تفهميني انك انت العروسة كنزي اللي انا صممتها؟ مش ممكن، انا اكيد بحلم. طيب خلاص، انا فعلا مش قادر اصدق. طيب ممكن لغاية ما تصدق اخرج اتمشى شوية؟ تتمشي فين بس؟ استني هنا. انت يعني عايزة تفهميني ان انت العروسة اللي كانت جوه الجهاز؟ يوه تاني يا كنزاوي. كنزاوي؟ ايه بقى كنزاوي دي؟ هو انت مش اسمك كنزاوي؟ لا يا ستي ما اسميش كنزاوي، انا اسمي طارق. مش عارفة، بس حاسة ان كنزاوي لايق عليك اكتر. كنزاوي لايق عليا اكتر، بس انا ما اسميش كنزاوي. ما تمشيها كنزاوي يا كنزاوي. خلاص يا ستي كنزاوي ما تزعليش. ما قلتليش يا كنزاوي احنا فين من العالم؟ احنا فين من العالم؟ لا دي عايزة قاعدة بقى. تعالي معايا على الكمبيوتر. يلا يا ستي. يلا يا سيدي. يلا يا ستي. شكلك كده يا ست كنزي هتتعبيني معاكي، ها؟ بس انا طبعا عارف ان انتي قعدتي جوه الكمبيوتر كتير وانا بصممك. عاوزك تقولي لي بقى كده شوية معلومات اكيد من اللي انتي استفدتيهم جوه الكمبيوتر. عرفتي ايه عن اسكندرية يا ترى؟
عندما وقع اختيار الإسكندر على جزيرة صغيرة في البحر المتوسط اسمها فارس تقابلها قرية مصرية اسمها راقودة. قام بردم المياه بينهما وبدأ بناء المدينة الجديدة التي شكلت الميناءين الشرقي والغربي. وما زال الميناء الغربي مستخدما حتى الآن لرسو السفن. وهكذا صارت الإسكندرية عاصمة للحكم اليوناني في مصر لتخلد اسم الإسكندر إلى الآن. ولم يدم بقاء الإسكندر في مصر سوى عام واحد، سار بعده شمالا وشرقا لمواصلة حروبه ضد الفرس حتى قضى عليهم. ووصل فتوحاته إلى نهر السند وبلاد الهند، وهناك مرض فعاد إلى بابل حيث مات فيها عام 323 قبل الميلاد وهو في سن 33، وحملت جثته إلى مصر ودفن بالإسكندرية. وما زال البحث جاريا لاكتشاف مكان مقبرته. يا سلام عليك يا كنزي، يا سلام. أما عليكي معلومات، إنما معلومات قيمة جدا. طبعا. قولي لي يا كنزي، يعني استفدتي من النت مش كده؟ أكيد طبعا. طول قعدتي جوه الجهاز كنت بدعبس وادور على معلومات تفيدني وتفيد أصدقائنا. يا ريت كمان يا كنزي، أنا بتمنى إن كل أصدقائنا اللي بيشوفونا وبيتفرجوا علينا إنهم فعلا يستفيدوا بالمعلومات القيمة من خلال النت. وإحنا دلوقتي عاوزين نسألهم سؤال الحلقة النهاردة ونقول لهم يا ترى إحنا اتكلمنا عن اسكندرية، لكن بنسألكم وبنقول مين هو اللي بنى اسكندرية؟ وما تنساش سنة كام؟ وطريقنا اسمها كنزي، عروسة انما ايه، شقية ونرفوزة لكن دماغها ايه، تحب المستحيل، تعرف حاجات كتير، واللي يغير يغير، دي عروسة مشكلة. اسمها كنزي، كنزي اسمها كنزي، بتقدم معرفة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خارجة من الكمبيوتر، شاطرة بتعرف لغات، وهي قاعدة على النت بتعمل شات، تجمع معلومات ده غير الحركات، وعليها قفشات. دي كنزي اسمها كنزي، كنزي اسمها كنزي، بتقدم معرفة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أنا وكنزي أصحاب مهما كنا أغراب، أهرب منها تناديني، ألاقيها وتلاقيني، ألاقيها وتلاغيني، بس أعمل إيه؟ قولوا لي أعمل إيه؟ اسمها كنزي، كنزي اسمها كنزي.
ودينا بنتسلى ونعرف شيء جديد. مكتبة اسكندرية اهو نتثقف شوية، نطلع منها ونتسلى في حديقة الحيوانات. اسمها كنزي